السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسرة قناة المتميز للتسويق العقاري. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. النهاردة دون الدخول في أي مقدمات، أنا أول مرة أصور مدخل لشقة. الناس اللي متابعانا عارفة الكلام ده كويس. أنا ما بصورش المدخل، لكن أنا حرام الجمال ده ما يوصلش لأي حد عايز يشتري شقة أو بيفكر يشتري شقة بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك لصاحب النصيب. كل حاجة في الشقة ممتازة، حتى السعر لقطة بجد. وربنا بيني وبينك في الكلام اللي بقوله لحضرتك ده، الناس اللي متابعنا عارفة صراحتنا معاهم. خليك معايا واحدة واحدة وهوصل لك الشقة بالكامل كأنك موجود فيها. أنا جبتها لك من أول الشارع، هجيب لك كل حاجة في الشقة. شقتنا هنا 130 متر صافي، 3 غرف وريسبشن. بالمناسبة شقتنا هنا رابع أو خامس عمارة بالظبط من البحر، منطقة سكنية، منطقة مصيفية. لكن البرج سكني جدا، برج من أفخم الأبراج اللي تتسكن. بالمناسبة كل حاجة هنا قانونية، حتى اتحاد ملاك مشهر رسمي في الحي، انت في رخصة. كل حاجة في الشقة زي ما قلت لحضرتك ممتازة. وشوف واحكم بنفسك. وفي آخر الفيديو هقولك على حاجة بسيطة جدا، الحاجة دي ممكن تتعمل بسهولة. ممكن تكون هي الحاجة العيب الوحيد اللي في الشقة، لكن سهل جدا. ده كده مساحة الريسبشن. طبعا اكتر حاجة بتميز الريسبشن هنا، الريسبشن عريض جدا. الريسبشن ممكن يشيل قطعتين جنب بعض، مش ورا بعض، لا جنب بعض، لان الريسبشن عريض جدا. يشيل معاك طبعا مساحات كبيرة جدا. طبعا البلكونة مساحتها ممتازة. دي على الشارع عرضه حوالي 8 متر بالظبط. طبعا انت هنا واقف في البلكونة شايف عبد الناصر، لكن للأسف الشقة مش بتشوف البحر. وفي نفس البرج الشقة اللي بتشوف البحر تمنها ضعف الشقة دي. وهقول لحضرتك السعر وهقول لحضرتك كل حاجة في الفيديو. بس عشان ما اطولش عليك، انا مش بطول الفيديو، انا هوصل لك الشقة. حاجات بسيطة جدا جدا هوصلها لك. الناس اللي مهتم بالشقة هسيب لهم صور في اخر الفيديو، عشان هدلهم على حاجات معينة جدا في الشقة هتنفعهم. دي كده مساحة المطبخ. طبعا مساحة المطبخ ممتازة، فيها كل حاجة. طبعا المطبخ يشيل كل الأجهزة، كل حاجة ليها مكانها موجود في المطبخ. دي كده المساحة بتاعته. طبعا شقتنا النهاردة زي ما قلت لحضرتك رابع او خامس عمارة من البحر. الشقة تشطيبها انا بسيب التشطيب ده للعميل او للزبون، هو اللي يحكم بنفسه، لان في اختلاف اراء كتير. مش هقول لك الترا لوكس ولا هقول لك سوبر لوكس، لا انت شوف واحكم بنفسك. لكن الشقة بالنسبة لي انا بحكم على اساسيات كهرباء، بلاط، حيطان. دي الاساسيات بالنسبة لي، انما الاشكال دي كلها سهلة. لكن الشقة مش هتحط فيها حاجة، وده اللي يهمني. ده كده الحمام بتاع شقتنا النهاردة. طبعا مساحته كويسة ممتازة. نيجي هنا لأول غرفة من غرف شقتنا النهاردة، ودي كده أكبر غرفة. طبعا هحاول أجيبها لك واحدة واحدة كده، ما تستعجلش عشان تشوف مساحة الغرفة. أنا قلت لك هوصلها لك كأنك موجود فيها وبتعينها بالظبط. طبعا السقف ما شاء الله، جبس، سبوتات، ليدات، كل حاجة جاهزة في الشقة. كل حاجة حاجات معتمدة. يعني انا شفت الكوبس بتاع الكهرباء او المفتاح بتاع الكهرباء بتشينه، حاجات معتمدة، حاجات كويسة جدا، تشطيب كويس جدا. لو تفتكر قلت لك في اول الفيديو شقتنا هنا شقة الناس اللي بتشتري شقة مش هتعرف تعوضها تاني بجد. لو دي مناسبة لإمكانياتك ومناسبة لطلبك مش هتعرف تعوضها تاني. وأنا بنزل الفيديو ده واثق ومتأكد الشقة مش هتقعد. دي كده تاني غرفة في غرف شقتنا النهاردة. بالمناسبة أول غرفة دخلناها هي الغرفة الوحيدة بس على منور. دي كده الغرفة دي على الشارع ببلكونة جيب، أجيبها لحضرتك برضو عشان توصل لك كل حاجة. لكن بجيب لحضرتك المساحة وبجيب لحضرتك الأرض عشان تشوف المساحة من الأرض، لأن
الصورة في الحيطة ما بتبينش مساحة. بحاول اجيب لك الارض في كذا حاجة في الفيديو علشان خاطر تعرف مساحة الغرفة بالظبط عاملة معاك ايه. طبعا تشطيب زي ما قلت لحضرتك، كل غرفة من الغرف الشقة متشطبة كده بالكامل، كلها ليد، كلها سبوتات، جبسن بورد كلها بالكامل. دي كده الغرفة التالتة في غرف شقتنا النهاردة. طبعا مساحة الغرف ممتازة، الشقة كل حاجة فيها واخدة حقها، كل حاجة فيها كويسة ومناسبة. تبص الشباك تلاقي تشطيب كويس، حاجة كويسة، باب ممكن حاجات ما تاخدش بالك منها لو انت بتتفرج على شقة وبتقول الحاجات دي بسيطة ان انا اعملها بعد كده، لكن الحاجات دي بتصرف كتير جدا. لو حبيت انت تشتري شقة وتجيب الحاجات دي تاني على حسابك فطبعا التكلفة بتعلى معاك جدا. لكن لما تاخد حاجة جاهزة وجاهزة من كل حاجة وفيها كل حاجة انت بتدور عليها، ده طبعا يبقى رزق من ربنا، وربنا كاتبهولك بإذن الله، وربنا في الآخر ييسرك للي فيه الخير ليك بإذن الله، سواء معانا أو مع غيرنا. شوف عرض الريسبشن اللي قلت لحضرتك عليه في أول الفيديو. الريسبشن يشيل قطعتين جنب بعض، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحب النصيب. كده تقريبا حضرتك شفت الشقة بالكامل. هقول لك تفاصيلها. شقتنا هنا في العصافرة بحري، في العصافرة بحري، شارع صديقات الكتاب المقدس، أو شارع عزيز أباظة، أو شارع مدرسة عزيز أباظة. كل الأسماء دي بتطلق على الشارع. شقتنا 130 متر صافي، 3 غرف وريسبشن. شقتنا في الدور التالت، الدور التالت 2 أسانسير، طبعا مدخل فخم جدا، برج من أفخم الأبراج اللي ممكن تشوفها أو ممكن تعينها بنفسك. طبعا هنا احنا في الرخصة، دور التالت في الرخصة. طبعا في البرج اتحاد ملاك مشهر زي ما قلت لحضرتك. شقتنا صاحبها كان بيتكلم في 1,200,000، قعدنا معاه لحد ما نزلنا اخر السعر، اخر السعر بالنسبة ليه هو وبناء على كلامه هو 1,100,000. شقتنا في العمارة اعلى من كده، لكن صاحب الشقة محتاج ان هو يبيع. طبعا الناس اللي من خارج اسكندرية او الناس اللي مش عارفة المكان كويس مش هتعرف قيمة المبلغ اللي احنا بنتكلم فيه، لان احنا لو عارفين قيمة المكان السعر ده ممتاز ممتاز ومناسب جدا جدا جدا، واقل من سعر المنطقة. في النهاية بتمنى ان ربنا ييسرك للي فيه الخير ليك ان شاء الله. شقتنا هنا بالمناسبة مباني 2012، يعني برج كويس جدا، لكن قلت لحضرتك انها رخصة. شقتنا قريبة جدا من البحر، رابع وخامس عمارة، لكن هي مش بتشوف البحر. شقتنا فيها هنا عداد كهرباء وعداد مية، والنقطة اللي قلت لحضرتك عليها في الأول إنها مفيهاش عداد غاز، لكن لو حضرتك عايز عداد الغاز على باب الشقة. العمارة كلها فيها غاز، لكن الشقة صاحبها ما كانش مقيم فيها، فطبعا ما كانش محتاج الغاز. هتقدم في الشركة في خلال أسبوع بس هيخش لك عداد الغاز. هنا احنا شركة أمن متواجدة طبعا في العمارة 24 ساعة، متعاقدة مع اتحاد الملاك بتاع العمارة. طبعا كده تقريبا حضرتك وصلت لك الشقة بالكامل، او احنا في اخر الفيديو بتاعنا. هستأذنك لو لسه موجود معايا تصلي على النبي الحبيب وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. ولو عندك شقة عايز تبيعها كلمنا ان شاء الله نساعدك في بيعها في اقرب وقت ممكن بإذن الله. كان معكم محمود الرشيدي، مكتب المتميز للتسويق العقاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.